ومع بداية العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، شرعت جمعية جزائر الخير ككل سنة في توزيع أضحية العيد وقفة المحتاج وكذا الألبسة للأطفال المعوزين، بهدف رسم البسمة على وجوه هذه العائلات عبر ولاية الوطن. فرحة العيد بالتضامن تزيد. حملة أطلقتها جمعية جزائر الخير بتوزيع الأضاحي وملابس العيد على الأطفال المحرومين، وقد مست العملية 15,000 عائلة عبر التراب الوطني. وراهم يقوموا بأعمال جبارة لمساعدة الفقراء والمساكين، خاصة المناسبة هذه السعيدة تاع عيد الأضحى. الناس كاع ماذا بها تضحك وتفرح وتكون سعيدة في اليوم المبارك هذاك إن شاء الله. في كل مناسبات يعطونا القفة، يعطونا حوايج يوميا، يعني يمدونا الحوايج هذوك تاع الأطفال والدنيا، وفي الأعياد هكا يعطونا كباش وحوايج تاع ذراري. يعني ما شاء الله ربي يحفظهم إن شاء الله. يعني ويقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك كافي أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة، يعني هما راهم في مقام عالي إن شاء الله وربي يحفظهم إن شاء الله. يقول لك يعطيها الصحة، يعطيها الصحة اللي عاونت الفقراء والمساكين والأرامل والولاد اللي مرض هكذا. صدقات وجدت طريقها إلى قلوب هؤلاء لتجسد بذلك أسمى معاني التضامن والتكافل الاجتماعي في هكذا مناسبات دينية. مشروعنا نحاول نوصل لحوالي 15,000 عائلة عبر الوطن. العملية انطلقت في معظم الولايات الحمد لله. التوزيع أنتم تحضرون جانب اليوم في العاصمة من جانب توزيع القفة، توزيع الملابس، والكباش العيد أيضا عائلتين اليوم يستفيدوا. اليوم حوالي 70 عائلة اليوم اللي تأخذ، وتتوالى العملية غدا وبعد الغد على غير الولايات. البارح المساء كنا حوالي 200 أضحية يعني على المستوى الوطني جملة كرؤوس يعني توزع. اللحوم أيضا فيه كمية تجمع تتوزع بيوم قبل العيد. والمواد الغذائية، الألبسة اليوم أيضا وجهنا للجنوب كمية من الألبسة لتمراست والبيض، والعملية مستمرة. مثل هكذا مبادرات تعكس صورة تضامنية تميز المجتمعات الإسلامية عامة وتجسد لحمة الجزائريين على الخصوص، والهدف أنبل فرحة تعم على الجميع خاصة الأطفال.